أجبر المدافعين إنهم يقفوا على خط واحد علشان يمنع رؤية الحارس. أهلا بيكم في سلسلة تحليل هدف قديم بس جميل. كرة القدم مش كتاب والكل بيمشي على قواعده، لا، في لعيبة بتعمل قواعد جديدة خاصة بيها. نابولي في مواجهة أتلانتا والدقيقة 59 والنتيجة 1-0 لنابولي، الكورة مع أوسيمين، والناحية التانية كفارة سيخيليا. بص كده على تحرك كفارة، هتلاقيه داخل للبوكس في زحمة المدافعين، مع ان الدارج ان اللعيبة بتبعد عن المدافعين وبيختاروا اكتر مكان فاضي، لكن كفارة من اللعيبة الذكية اللي واثقة في موهبتهم. بص كده اول ما استلم الكورة هتلاقي 4 مدافعين جايين عليه، الطبيعي انه يجري في المنطقة دي ويشوطها بشماله، بس نسبة التهديف هتبقى قليلة. كفارة بقى طلع ذكي. أول حاجة ما هداش من رتم تحركه وخلى اندفاعه زي ما هو، وده علشان يربك تنظيم الدفاع. ضم لجوه وخلى كل المدافعين على خط واحد علشان يمنع رؤيتهم، حاجة كده شبه ميسي لما كان بيستخدم الحارس، وده علشان يخدع الخصم ويهرب منه. نرجع تاني لكفارة، مش بس حاجة برؤية المدافع، لا كمان حاجة برؤية الحارس، علشان لما يعدل الكرة على يمينه المدافع ومعاه الحارس مش عارفين هو بيعمل ايه، وده بسبب المدافع اللي قدام، علشان يشوطها بكل قوة ولا أكنه بيلعب ضربة جزاء ويسجل هدف ولا أروع.